السلام عليكم. لسه مكملين مع بعض وصفات الصيف والحر. اخر فيديو عملناه مع بعض كان فيديو ايس كريم البطيخ، وكان سهل جدا جدا وطعمه وشكله مميز جدا جدا. لسه هنعمل مع بعض وصفات من النوع ده كتير قوي. وصفة النهارده عبارة عن تقطيعات مختلفة للبطيخ. هنعمل مع بعض 3 تقطيعات للبطيخ شكلها حلو جدا، وكمان هنقول مع بعض ازاي نختار البطيخة بشكل حلو وتطلع معانا مسكرة ومرملة جدا من جوه. يعني نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. اول حاجه هعملها هجيب البطيخه واقسمها نصين بالشكل ده، وزي ما بقول دايما خلي بالكم عشان بتكون جامده شويه. بعد كده هاخد نص منه هشتغل فيه وهركن التاني على جنب للتقطيع اللي بعدها بالشكل ده كده مع بعض. وهاخد من النص دوت شريحه كده او قطعه دائريه حوالي سمكها 2 سنتي، ودي اللي هشتغل عليها في اول تقطيع معايا. هبدأ بقى افرغ ما بين البطيخه وما بين القشر بتاعها بالشكل ده كده. هفصل ما بين الحلقه بتاعه القشر نفسها وما بين البطيخه عندي علشان ما اجي اطلعه بالشوكه بعد كده ما يكونش ماسك في القشر معايا. وبعد كده هبدأ بالطول والعرض هنزل بيها تقطيع كده لحد ما تاخد شكل مكعبات معايا بالطريقه دي بالطول، وبعد كده هقلبها معايا وهعمل بالعرض بنفس الطريقه خطوط كده فيها طوليه وعرضيه، وفي الاخر هلاقي نفسي عملت مكعبات كده من البطيخ في الحلقه بتاعه القشر بتاعتي. هي كده جاهزة معايا. هجيب بقى عندي السلكات الخشب العادية خالص او السلكات البلاستيكية اللي بتبقى شكلها لذيذ قوي، شكل حمامات او شكل وردات، بتبقى حلوة ولذيذة جدا. بنستخدمها طبعا للمقرمشات والسناكس، وكمان بنستخدمها للزلابية، بتبقى شكلها حلو قوي قوي في التقديم بالشكل ده كده. وده بالشكل النهائي للتقديم. لسه هنعمل لها طبق تقديم من قشر البطيخ نفسه، هتبقى حلوة جدا. تاني طريقة معايا في التقطيع هتبقى بالشكل دوت. قطعت معاكم برضو حلقة تانية برضو نفس السمك بتاعها 2 سنتي، وهبدأ اقطعها معاكم مثلثات شكل البيتزا بالظبط، عبارة عن 8 مثلثات بالشكل ده. هقطعها نصين وبعدين نصين تانيين، وبعدين اقطع كل نص ربع فيهم نص بالشكل ده لحد ما تبقى 8 قطع معايا. وهاخد كل جزء في المثلثات دي وهقطعه بطريقة حلوة قوي. هبدأ كده هقسم القشرة اللي ورا بتاعة المثلث عندي، الجزئين الخارجيين او الاطراف بتاعته هشيلها خالص هفصلها، واخلي الجزء اللي في النص بس بتاع القشر عشان يعمل معايا يد امسك منها المثلث بتاع البطيخ، وتقريبا بيبقى شكل الشجره معايا واقرب جدا لشجره الكريسماس. بيبقى شكلها لذيذ قوي قوي. بص شكلها عامل ازاي، شكلها حلوه قوي قوي في التقديم، بتبقى تحفه جدا وهتعجب اي حد يشوفها، لذيذه قوي. هنعمل كذا واحده معاكم تقريبا، هعملها كلها قدامكم عشان تشوفوها، لان طبعا في الشكل اكتر من الوصف والشرح كمان هتبقى باينه اكتر. هنقول مع بعض بقى واحنا بنقشر كده او بنقطع الشكل ده ازاي ننقي مع بعض البطيخ. اهم حاجه واول حاجه ان هي تكون ناعمه معايا، وتكون فيها بقع صفرة كده او داخل فيها اصفر مع اخضر، ما تكونش كلها خضرة ساده. تاني حاجه يكون فيها التجزيعات او العروق اللي فيها بالطول دي من العلامات برضو ان البطيخه حلوه من جوه جدا. وكمان تكون شكلها مستدير مش بيضاوي، يعني ما تكونش جايه بالطول كده، لا تكون دائريه معانا وتخبطي عليها تسمعي رنه كده، دي برضو معناها ان هي من جوه مرمله وحلوه. واهم حاجه ان وزنها يكون مناسب لشكلها، يعني ما تكونش شكلها كبير قوي وتيجي تمسكيها تلاقيها خفيفه، معنى كده ان الميه فيها قليله وناشفه معاكي. وطبعا كلنا عارفين ان البطيخ عباره عن ميه، فلازم يكون حجمها قد وزنها وشكلها بالظبط. وكمان اهم حاجه معايا العنقود بتاع البطيخه نفسه، الجزء اللي فوق اللي هو الدائري ده يكون معانا ناشف ولونه اصفر وصغير. كل ما كانت الدايره دي صغيره وكل ما كانت البطيخه حلوه. دي كلها من حاجات اللي بتخلي البطيخه اختيارها معاكي ناجح جدا. جربيها وهتلاقي طبعا كل الحاجات دي بتطلع معاكي بنتيجه كويسه جدا. زي ما انتم شايفين الشكل النهائي للتقطيع بتاعه الشجره دي حلوه قوي قوي. حطيتها في طبق تقديم طبعا شكلها خطير جدا. تقريبا دي افضل تقطيع معانا النهارده، لذيذه قوي. تالت طريقه معايا هي الطريقه دي. قطعت ربع كده من البطيخه وعلى وشها هحطها كده على القطاعه عندي، وهبدا اقطعها بشكل طولي بالشكل ده كده مثلثات بس كبيره شويه. وممكن بقى اقدمها بطريقتين، يا اما زي ما هي كده وابدا اعمل واحده عكس واحده، يعني واحده فيهم لجوه والتانيه لبره زي ما هنشوف دلوقتي. بالطريقه دي اعمل بقى واحده عكس واحده، واحده لفوق واحده لتحت بالطريقه دي بتبقى شكلها حلو قوي. يا اما همسك كل مثلث فيهم واقطعه مثلثات صغيره خالص بالشكل ده، تبقى على قد كده المره الواحده تتمسك في الايد وتخلص مره واحده، بتبقى لذيذه قوي برضو. هبدا اقدمها معاكم دلوقتي في الطبق كده يكون واخد شكل طولي شويه عشان يبين المثلثات عندي بشكل لذيذ. دي كلها حاجات بسيطه قوي، وفي على فكره تقطيعات كتير جدا للبطيخ مختلفه.
انا حبيت اعمل معاكم كده كام طريقه جربتهم وعجبوني، شكلها لذيذ قوي بالشكل ده كده. ده الشكل النهائي بتاع الثلاث تقطيعات معايا. وزي ما انتم شايفين شكل الشجرات كده الصغننه دي لذيذ جدا جدا وحلو ومميز قوي قوي، وتتمسك في الايد كده شكلها يبقى حلو وتخلصيها، ويا سلام بقى كمان لو مخليه من البذور هتبقى تحفه جدا. ده بقى الطبق اللي احنا عملناه من قشر البطيخ، حطينا فيه مكعبات بتاعه البطيخ اللي عملناها في اول تقطيعه خالص، بتبقى حلوه جدا الطريقه دي برده، شكلها لذيذ قوي، فيها السلكات زي ما انتم شايفين، بتبقى حلوه قوي وسهله في اكلها جدا. طبعا التقطيعات ديت والبطيخ هو ده الموسم بتاعه اليومين دول في الصيف وبالحر. اتمنى تجربوهم وتقولوا لي انهي طريقه فيهم عجبتكم اكتر. انا عن نفسي عجبتني جدا شكل الشجرات دي الصغننه لذيذه قوي 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 وكيوت كده، عجبتني قوي. قولوا لي في الكومنتات انهي تقطيعه فيهم عجبتكم اكتر، وقولوا لي كمان في الكومنتات لو جربتوا الطريقه انك تشتروا بطيخه بالمواصفات اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي ونجحت معاكم ولا لا. اتمنى كمان يكون الفيديو عجبكم واكون مطولتش عليكم وكنت ضيفه خفيفه كده، واتمنى كمان فضلا تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات فريده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.